السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا هنعمل شوية سمك كده حلوين جدا، يعني حاجة كده من الآخر، يعني حاجة هتعملها لضيوفك مش هيعرفوا ان انت اللي عاملاها من حلاوتها وجمالها. يعني هيقولوا لك ان انت مشتريها من افخم محل سمك يعني. انا جبت كده كمية من السمك، بولتي على ماكريل، وانتي على حسب ممكن تجيبي نوع واحد بس. انا جبته كده وغسلته ونضفته كويس جدا من كل الحاجات اللي فيه، وتغسليه بالمية كويس وبالدقيق بالملح كده، وتنضفيه بحيث لا يبقى فيه دم من جوه ولا زفارة. يعني كل ما تغسلي شميه كده شوفيه ليه زفارة اغسليه تاني. وهو السمك الطازة يعني ما بيبقاش ريحته زفرة، يعني زي السمك اللي هو بيبقى بايت وكده. المهم انا غسلته ونضفته كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وتبلته بقى بالتتبيلة دي: توم وفلفل رومي على حامي، اللي ما بيحبش الفلفل الحامي ما يحطهوش، وكزبرة خضرة، وبهاراتك بقى اللي عندك: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة. بس اللي بتزودي فيه بتكتري فيه الكمون والثوم، دول حبايب السمك يعني. وليمون بقى وخل، كل ده في التتبيلة. هتتبليه كده وتسيبيه شوية كده قد نص ساعة كده ولا حاجة. وبعد كده تجيبي البتاع اللهم صل على النبي، الردة، وتجيبي ردة على دقيق. يعني تجيبي كمية من الردة وتحطي عليها دقيق، وتحطي عليها ملح وكمون بس. بعد ما غطيناه كده بالردة، طبعا انا مولعة على الجريل ليها شوية بحيث ان الجريلة تبقى سخنة جدا. ما عندكيش جريل، اي صاج قديم عندك كده، اي صينية قديمة، صاج قديم اللي بنخبز فيه ده، وتبقي مخصصاه ايه ل... للحاجات المشويات يعني، للسمك، للفراخ كده يعني. انا طبعا الجريلة سخنة اهي. بعد ما غلفت السمك كده بالردة، هحط رص السمك عليه، هسيبه بقى يتشوي. وبعد كده اعمل بقى التسقية اللي هنسقي فيها ايه السمك. انا طبعا جبت بقية التتبيلة اللي فاضت، وبشرت معاها طماطمية كده، ولو عندك جزر برضو ابشريه وحطيه بالشكل ده. وتسيبيها بقى تغلي على النار، وحيقيها بقى الحياء اللي هو ايه، اظبطي بقى الملح والبهارات فيه، ومعلقتين خل كده ولا حاجة، وليمون تعصريه عليها برضو. بس هي التتبيلة كانت مليانة خل وليمون يعني. احنا هنحيق طبعا التسقية دي، وايه نركنها بقى على جنب عقبال ما نخلص شوي السمك. ولما نيجي نسقي فيها السمك نولع عليها النار تاني، ونخليها ايه النار متولعة عليها واحنا بنسقي فيها السمك. دي فايدتها ايه للسمك؟ دي بتخلي لحم السمك طري جدا وعامل زي الزبدة، تبقى السمكة طرية جدا. هنعمل بقى الكمية كده، هنعمل التسقية، نركنها ونرجع بقى ايه نشوف السمك اللي احنا ايه بنشويه. انا عشان انا جايبه نوع السمك ده، السمكه اللي هي الكبيره ملحمه يعني فيها لحم. السمكه انا بحب اجيبها كبيره كده بحيث ان هي مبيبقاش فيها ايه شوك كتير، وبيبقى فيها لحم كتير. لكن كل ما بتبقى صغيره بيبقى شوكها كتير ورخم، ويبقى صغير كده وايه ممكن تشوكه تعدي منك ما تشوفهاش اصلا، والولاد يجوا ياكلوها تضرهم. فايه دي حلوه، السمكه دي حلوه وملحمه. يعني تجيبي سمكه كبيره يا اما تجيبيها ايه وسط، تبقى لحمها كتير يعني. انا بعد ما خلصت الكميه كده، انا عشان اضمن ان هو اللحم بتاعه يبقى مستوي من جوه، انا ولعت الفرن وسبته سخن قوي، وحطيت السمك ده فيه لمده 10 دقايق بس.
طلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ومفيش ريحة زفارة للسمك. يعني في كده ساعات تشم ريحة السمك كده يعني تقرفي من ريحته. لا، ده بقى لا في ريحة زفارة ولا في اي ريحة من روائح السمك دي. يعني كان بسم الله ما شاء الله يعني. الطريقة بتاعتي دي يعني انا بعملها من زمان، وما تشميش اي ريحة زفارة للسمك، لا في ريحته ولا في طعمه، تحس ان هو زفر. ان لو السمك زفر هتجزعي منه مش هتاكليه. عملت جنبه سلطة طحينة كده بتاعت السمك بالشكل ده، وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا، ومع السلامة.